بحور من الدماء وأشلاء مقطعة في شوارع تل أبيب، والإسرائيليون يذبحون بعضهم بعضا في مشهد أشبه بالجحيم. إسرائيل تتآكل من الداخل، وسيناريو الحرب الأهلية يلوح في الأفق، وكلمة السر في هذا الخراب هو رونين بار. فما القصة؟ زلزال سياسي يضرب تل أبيب بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رونين بار رئيس جهاز الشباك بذريعة فقدان الثقة به. وبدأ الخلاف بينهما بعدما انتقد نتنياهو نتائج تحقيق جهاز الشباك بشأن أحداث 7 أكتوبر، معتبرا أنها دون جدوى ولا تجيب على أي أسئلة. لم تمر ساعات على القرار حتى انفجر الشارع الإسرائيلي، وتظاهر العشرات في وسط تل أبيب رفضا لهذا القرار الذي اعتبروه انقلابا على الأمن القومي. وفي تطور مفاجئ، وجهت جالي بهراب ميارة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية رسالة حاسمة إلى نتنياهو تؤكد فيها أنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشباك بهذه الطريقة. هذا القرار أشعل غضب أحزاب المعارضة التي طالبت نتنياهو بتقديم استقالته، متهمة إياه بالسعي لتحويل إسرائيل إلى مملكته الخاصة. وفي مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت، يقول الصحفي الإسرائيلي نحوم برينياع بأن ما فعله نتنياهو يدفع إسرائيل نحو حرب أهلية مسلحة ستنتهي بهم إلى الهلاك، وهو السيناريو الكارثي الذي أجمعت عليه كبرى الصحف الإسرائيلية. فهل يدفع نتنياهو الإسرائيليين إلى حرب أهلية طاحنة؟